السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ لميلومة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة جاية لكم بأكتر فيديو محبب إلى قلوبكم وقلوبي وقلبي أنا شخصيا. النهاردة يا جماعة كان اليوم العالمي للتفريزات. تمام؟ بغض النظر عن لفه طرحتي النهارده اللي شبه المعلمين، فمعلش كان الجو حر جدا وانا وقفت يعني فتره طويله في المطبخ، فكنت مضطره ان انا اعمل الطرحه كده يعني. هنبدا بسم الله ونشوف بدات يومي ازاي. كالعاده بدات يومي كان في شويه حاجات كده في الحوض رميتها في الغساله. جماعه الغساله بتسهل كتير، اللي ما عندهاش غساله تعمل جمعيه وتجيبها، ودي نصيحه من اختكم لومي. ما علينا. خلصت الحوض ورتبت المطبخ الترتيبه الحلوه بتاعته، وبعدين شغلت الغساله وهغسل الكام حاجه اللي فاضلين دول كده على ايدي لان الغساله كانت اتملت. وبعد كده هبتدي ابدا في شغلي الاساسي النهارده، وهو التفريزات. قلت بقى ايه، من اول الشهر كده اتوكل على الله. التلاجة فضت، اجيب شويه فراخ بانيه على شويه فراخ صدور كده فصوص، وابتدي بقى اشكل وانوع حبه حاجات في الفريزر اجهزها تبقى سهله عليا لما اكون مش فاضيه او خارجه او عندي شغل، او كمان اعمل لعمرو هو رايح المدرسه الصبح. هعمل معاكم تفريزات للفراخ البانيه، وتفريزات للشاورما، وتفريزات لكفتة الفراخ، وتفريزات كمان للحشوة بتاعة المكرونة النجرسكو. وقلت كفتة الفراخ صح؟ قلتها. زي ما انتوا شايفين كده انا شطفت الفراخ وهبتدي انقعها في مية وليمون وشوية ملح. هنقعها فترة حلوة كده. والصدور نفس القصة زي ما انتوا شايفين كده، بشطفها تحت الحنفية وهحطها في البولة التانية وهنقعها هي كمان. يعني نقعت الفراخ البانيه لوحدها، وهنقع الفراخ الصدور او الفصوص لوحدها. هنبدأ بسم الله ناخد الفصوص ونفصل الحتة اللي شبه الموزة دي واحطها مع الفراخ البانيه. يعني هتبلها في البقسماط والكلام ده مع البانيه. خلاص. وهبتدي بقى اقطع جزء من الفراخ دي واعملها. انا نسيت اقول لكم ان في شيش تاووك في الموضوع. دلوقتي انا بقطع الشيش تاووك. خلاص. الشيش تاووك انا بحب اعمله من الصدور مش من الوراك. حلو كده. كل فص هاخده وهفصل الجزء اللي هو الموزه اللي جوه ده، وهبتدي اقطع باقي الصدر ايه، مكعبات، علشان اعمل التتبيله بتاعه الشيش تاووك. قشطه كده. متفقين يا ست الكل. يا ريت بقى لو بتتفرجي عليا ومش مشتركه في القناه، فضلا انزلي اشتركي واكتبي لي كومنت حلو وقمر شبهك كده وقولي لي بتتفرجي عليا من انهي بلد. هنا بقى هبتدي في الكبه بتاعتي اقطع بصل وفلفل الوان اصفر واحمر، وهقطع كمان فلفل رومي اخضر. تمام كده. تمام. هحط كمان فصين توم معاهم. وهبتدي اعمل ايه كمان اهو، بصوا فصوص اهي. وهبتدي اضرب كل الخضار ده مع بعضه في الكبه في الخلاط. مش هتفرق كتير، لكن انا عايزاه ناعم. هعمل ايه بقى دلوقتي يا ست الكل؟ هبتدي اصفي الخضار بتاعي ده. على فكره اللي انا قطعته ده مش شيش تاووك، انا اسفه. انا هنا هصفي الخضار ده عشان دي الفراخ اللي انا هفرمها في الكبه واعمل منها كفتة الفراخ. ادي المية اللي طلعت من الخضار، وادي الفراخ بتاعتي اللي انا هفرمها. تمام كده. قطعت الفراخ صغير عشان كنت هفرمها في الكبة دي مش في الكبة الكبيرة. اهو فرمت الفراخ، هحطها في البولة وهحط عليها الخضار اللي انا صفيت المية منه. مهم ان انت تصفي المية عشان الفراخ بتاعتك ما تفكش او الكفتة ما تفكش يعني. هنزل عليها بالملح والفلفل الاسود، طبعا ده اساس اي تتبيلة، وشوية كزبرة ناشفة وشوية بهارات فراخ وشوية 7 بهارات وسنة قرفة. تمام كده. اهو هنا بقى شوية بقسماط يلفوا معايا الموضوع. هعجن بقى كويس قوي كل اللي انا عملته ده مع بعضه. وبعد ما اعجن مش هشتغل فيها على طول، انا هاخدها كده زي ما هي، اسيبها في طبق صغير وادخلها التلاجة مش اقل من ساعة عشان تبقى شدت كده ومسكت نفسها، وتعرفي تشتغلي فيها بقى، سواء هتبططيها سواء هتصبعيها زي ما تحبي بقى يا ست الكل اشتغلي. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا بقى فعلا هنعمل تتبيلة الشيش تاووك. هقطع خضار، بصل،
بصل وطماطم وفلفل الوان، وهبتدي اعصر ليمونية او 2 كده على حسب كمية الفراخ اللي انت هتشتغلي فيها، واحط زبداية. تمام. وبعدين هحط شوية من المستردة. هيحصل لي حادثة دلوقتي، قعدت اضحك على نفسي ضحك. بصوا وانا بضغط جامد على العلبة كلها فرقعت في وشي، نزلت حبة مستردة حلوين بس ماشي شغال يعني. ركبتها تاني وشطفت ايدي وشطفت العلبة وكأننا ما عملناش ولا حادثة ولا غيره، بتحصل يعني عادي. وهنا بقى هحط معلقة كبيرة من الكاتشب الحراق وسنة من الصويا سوري من الصوص بتاع الشطة. وهنا هحط شوية ملح وفلفل اسود اساس اي بهارات زي ما قلت لكم. وهنا هحط شويه من بهارات الشيش تاووك، وهبتدي اضرب الكلام ده كله مع بعضه في الكبه. بس هفتح الباب وجايه لكم ونكمل موضوعنا يا بنات. بعد ما ضربت كل الكلام ده مع بعضه هنزل بكل الخليط ده في بوله، وهبتدي اعمل ايه بعد كده بقى. اصفي بقى كل الخليط ده كويس بالاسباتيولا كده عشان ما يبقاش فيه بواقي، وامسح كده حواليا عشان يفضل المكان نظيف. هنزل بقى بالفراخ اللي انا قطعتها مكعبات صغيره، اللي هي بقى مكعبات الشيش، وهبتدي اقلبها كويس جدا في الخليط بتاعها ده واشربه كويس. مش هحطها في اسياخ، لكن هحطها بالتتبيله زي ما هي كده في كيس تلاجة، واقفل الكيس كويس واغلفه كويس قوي واشيله كده زي ما هو بالتتبيله. وقت ما اجي اعملها عايزه بقى ارصها في الاسياخ مع الفلفل الالوان والبصل والكلام ده، او هسويها بطريقه تانية على حسب بقى ما هبقى عايزه اعملها ساعتها. المهم ان هي جهزت خلاص معايا كده على السوا على طول. هقفل الكيس كويس واحطه في طبق فل، وبعدين هغلف كويس اللي هو الاسترتش الغذائي ده. ايوه، من الاجناب كده ومن ورا ومن قدام. قشطه كده، احنا خلصنا اول صنف. شكرا. نيجي هنا بقى يا بنات، هتعملي ايه يا لومي؟ هنا انا هعمل ايه بيها دي؟ تصوروا ان انا نسيت. المهم يعني ايوه افتكرت، استنوا. الصدرين دول كانوا بقى الفصين دول يعني كانوا زايدين، اخدتهم كده وشلت طبعا القطعه اللي من جوه زي ما قلت لكم وهبتدي اقطعهم قطع صغيره او مكعبات صغيره عشان اعمل منهم او اتبل واجهز الحشوه بتاعه النجريسكو، المكرونه النجريسكو. طبعا بدل ما اجيبها ساعتها واقعد اقطع واتبل، لا هي جاهزه كده تطلع الاستخدام على طول. هحط بقى في بوله ملح وفلفل اسود وشويه من الصوص الحراق وشويه من البابريكا وشويه من الصويا صوص وشويه من المستردة. هاخد بالي هنا بقى وانا بحط معلقه المستردة دي بالراحه بقى. الحمد لله. معلقه من الصلصه وشويه بابريكا وشويه بهارات فراخ، وهبتدي اقلب كده كويس. ليمونيه بقى اعصرها، واخد شويه من الخل وشويه من زيت الزيتون وفص توم ههرسه كده في الهراسه، وابتدي اقلب بقى الخلطه دي. بصوا ريحتها جباره. وهنزل بالفراخ بتاعتي او الحشوه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، واقلب اقلب 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 اقلب، واجيب الكيس بتاع التلاجة واحط الخلطه بتاعتي دي واشيلها هي كمان. يبقى احنا كده عملنا الشيش وعملنا حشوه النجريسكو وعملنا الكفته وسايبينها تتشمع في التلاجة. خدنا وقت يا بنات؟ ما خدناش حاجه. هو يوم بتتعبي فيه لكن بترتاحي باقي الشهر. هطلع الهواء من الكيس واقفله كويس واحطه في طبق فل، وابتدي اغلفه برضو والفه هو الاسترتش الغذائي ده. طبعا انا بحب اغلف كويس لان الحاجه دي بتفضل في الفريزر، لازم تبقى مقفوله كويس عشان ريحه الفريزر ما تبقاش كارفه اي حاجه يعني. مش عارفه هنا كان مين بيكلمني، بس ما علينا يعني، ما تدقوش، ما تركزوش معايا. طيب ادي الخلطه بتاعت الشيش تاووك. هنا بقى هنعمل الشاورما. بختار القطع اللي هي شكلها مش مهندم دي في الفراخ البانيه، تمام، وباخدها اقطعها قطع طوليه، تقطعيها بالطول. قشطه كده قشطه. يا ست الكل انزلي حطي لي اللايك، الله يبارك لك.
ده انا عامله لكم فيديو النهارده هيفتح نفسكم على الحياه بحالها ويسهل عليكم الدنيا، وان شاء الله كده يعني تستفادوا منه. هنا قطعت الشاورما بتاعتي كلها كده بالطول زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اعمل التتبيله بتاعتها، شويه من بهارات الشاورما، وشويه من الفلفل الاسود، شويه من الملح على حسب الرغبه. هعصر ليمونه كبيره، وبعدين هحط طبعا حوالي 3-4 معالق كبار من الخل ده خل تفاح، وهنزل بزبدايه. وهنا هحط شويه من الميه بتاعه البصل والخضار اللي احنا كنا مصفيينها، فاكرينها؟ ايوه، هحط بقى شويه منها وابتدي اقلب بقى كويس الخلطه دي كده كلها، واجيب الفراخ بتاعتي وانزل بيها على الخلطه دي. لكن طبعا هتلاحظوا دلوقتي ان انا لقيت البوله صغيره على كميه الفراخ دي، فحطيتها في بوله اكبر عشان اعرف اقلبها. يلا بينا يا ست الكل. هنا كانت ست البنات داخله عايزه تعمل قهوه وعماله ترغي معايا في مواضيع معايا، العيال دي مش عارفه عايزين مني ايه. ده هنا كانت جعانه، استنوا، دي كانت جعانه وكان في مكرونه في التلاجة، راحت سخنتها وهتقعد تاكل. انا افتكرت. طيب هقلب بقى هنا كويس تمام كده. وبرضو نفس القصه، هجيب كيس التلاجة وهنزل بالشاورما بتاعتي. ايوه بالظبط كده، وبالاسباتيولا هاخد باقي الخلطه، مش ههدر بقى، وانزل. وبجيب منديل بقى يا جماعه او ورق مطبخ يعني، امسح طرف الكيس من فوق علشان ما يبقاش فيه يعني زوايد طالعه بره الكيس ويبقى ملمسه مش حلو ويوسخ لي الدنيا يعني. هجيب بقى هنا طبق فل واحط الكيس زي ما وريتكم كده في بقيه الاطباق اللي فاتت، وهبتدي اغلف بقى كده من الجناب كويس ومن ورا ومن قدام وكل حاجه. وبعدين هبتدي اشوف الحاجه. بصوا هنا بقى كنت صبعت، معلش بقى، كنت عملت الكفته شكلتها وحطيتها في الاطباق كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اغلفها بالاسترتش الغذائي واشيلها على الفريزر. وانا اسفه بقى ان انا معلش نسيت خالص افتح الكاميرا وانا بشكل الكفته، بس تشكيل الكفته مش قصه يعني، انت هتشكليها زي ما انت عايزاها صوابع، عايزاها اقراص كده زي ما انا عاملاها، وتعملي لها اشكال بالشوكه مثلا، عادي جدا يعني، براحتك. تمام. ادي طبق، وادي بقيه الكميه عملتهم على طبقين، واحد كبير وواحد صغير. طيب هنا بقى هعمل ايه؟ هبتدي اعمل غالبا التتبيله بتاعه الفراخ البانيه. هنا قطعت بصل في الكبه وقطعت طماطم اهو. ايوه ايوه ايوه، دي التتبيله بتاعه الفراخ البانيه انا فاكره. قشطه كده. وهنزل زبدايه واحده بس. ما عندكيش زبادي ممكن تستبدليه بشويه من الحليب عادي، مش هتفرق يعني. وهنا بقى هبتدي اتبل البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود طبعا، وشويه من حطيت هنا ليمونتين لان كميه الفراخ كانت ما شاء الله كبيره. طيب هحط بقى هنا كمان الليمونه التانية. تمام. وبعدين هبتدي اخد شويه من الميه بتاعه البصل والخضار، برضو شايفين انا ما رميتهاش لكن استخدمتها في حاجات كتير. هبتدي بقى اضرب الكلام ده كله مع بعضه. تمام. ناعم بقى، انا عايزاه ناعم خالص، عشان كده حطيت شويه من ميه الخضار والبصل دي عشان تلف الكبه معايا بسهوله. وانزل بقى بكل الخليط ده في البوله دي. ايوه. وبعدين انزل بباقي الميه بتاعت الخضار. بجد بصوا التتبيله دي كانت ريحتها وطعمها تحفه، لان انا جربت الفراخ طبعا. هنزل بقى هنا عليهم بالبيض على طول كده، هكسر 5 بيضات على الخليط ده، وهبتدي بقى بالمضرب كده زي ما انتم شايفين اخلط كله مع بعضه عشان كله يتجانس. وابتدي بقى ايه، انزل بكل الفراخ بتاعتي، طبعا بعد ما بهرتها بقى ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، شويه من جوز الطيب وسنه قرفه. وهبتدي بقى انزل بالفراخ دي كلها واسيبها منقوعه فيها كده لحد ما عملت لهم الغدا واتغدينا. تمام. وبدات بعد كده اتبلها او احطها يعني في البقسماط. المهم ان انا سبتها في التتبيله دي حبه حلوين يعني. شايفين برطمان الليمون المخلل اللي منور الفيديو ده؟ عسل. تمام كده.
تمام يا ست الكل. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هجيب طبق كبير كده زي ما انتوا شايفين، احط فيه كيسين من الفيجيتار العادي، الفيجيتار الجاهز، وهحطهم كده في البولة دي، وهحط عليهم بقسماط من البقسماط العادي بتاعنا. يعني انا هعمل ميكس ما بين البقسماط العادي، اللي الاكياس اللي احنا بنشتريها العادية، او اللي انت طحناها في البيت، عيش فين وتحمصيه وتطحنيه في البيت عادي جدا، او تشتري الاكياس الجاهزة من فتح الله. وبعدين هبتدي اجيب الاطباق الفل كده زي ما انتوا شايفين، وعندي هنا الاكياس دي بتتباع كده يا جماعه، بتيجي جاهزه، اكياس مفتوحه كده، ورق بلاستيك مفتوح. ما عندكيش، هاتي الاكياس بتاعت التلاجة وافتحيها كده بالمقص من الجناب، بحيث تبقى ايه، مفروده كده معاكي. وهبتدي بقى اجيب قطع البانيه بتاعتي وانزل بيها في خليط البقسماط اللي انا حضرته معاكم ده، واضغط بقى كده على قطع البانيه بالشكل ده. تمام كده. طيب عايزه اقول لكم ان انا زودت للتتبيله كمان، معلش انا ما صورتش الحته دي، بس للامانه زودت كوبايه حليب للخلطه دي. يعني الخلطه دي موجود فيها بيض وحليب مع بقيه التتبيله اللي انتوا شفتوها. هحط بقى ما بين كل راق وراق قطعه بلاستيك كده، علشان الفراخ لما تتجمد ما تبقاش ماسكه في بعضها كده، وما تعرفيش تطلعيها من بعض لما تيجي تقليها، لان انت لما هتيجي تقليها مش هتفكيها الاول. بس كده يا جماعه، خلص الموضوع. عملت كذا نوع وكذا صنف في وقت قصير جدا، هو يوم هيريحك باقي الشهر. وطبعا اليوم ده انا عملت لهم شكشوكه. الشكشوكه انا عملتها معاكم كتير قبل كده، بس حبيت اوريها لكم وانا بغرف الاكل يعني. وخلص الفيديو بتاعنا النهارده على كده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.